السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. أول حاجة ما ننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ندوس زر اللايك، نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. في ليلة من الليالي التي يغمرها الصمت، وقف آدم وليل أمام باب السرداب الحديدي الذي ما زال يحمل آثار الصدى والدم القديم. الرياح كانت تصفر في المكان كأنها تحذرهم من العودة إلى الجحيم الذي خرجوا منه قبل كده. قالت ليل بصوت مرتجف: آدم، أنا مش متأكدة من اللي احنا بنعمله ده. اللي احنا شفناه جوه قبل كده كان كابوس، يمكن ما نطلعش منه أحياء لو دخلنا تاني. ابتسم آدم ابتسامة غامضة وفي عينه انعكس وهيج النار المشتعلة في قلبه. لو سيبنا المكان ده يا ليل، كل الأسرار تدفن فيه في الأبد، ومش هيبقى في طريق للهروب منه. واللي بيطاردنا ده لازم نعرف هو مين وليه بيطاردنا. فتح باب فتح آدم باب الحديد بصعوبة، ومع صريره المزعج كان آلاف الأرواح تصرخ في أعماق السرداب. دخل آدم وليل بخطوات بطيئة مرتجفة. الأرض كانت باردة كالتلج، والظلام كثيف، حتى أنفسهم كانوا يروه أمام عينهم. فجأة سمعوا صوت همسات عادية من جديد، وهمسات غير مفهومة لكنها مليئة بالكراهية والحد والتهديد. فجأة ظهرت تلك العيون الحمراء من بعيد مرة تانية، نفس العيون اللي لحقتهم المرة اللي قبل كده، ولكنها هذه المرة كانت أقرب وأشد توهجا. قالت لي بخوف: آدم، في حاجة هنا مش عادية. أنا حاسة إن المكان ده بيعيش وبيتغذى على خوفنا إحنا. اقتربنا من قاعة واسعة داخل السرداب، كانت الجدران فيها مغطاة بالرموز القديمة، والهواء مليء بريحة عفنة كريهة. وفجأة انغلق باب السرداب خلفهم بقوة. اهتزت الأرض تحت أقدامهم، ثم ظهر رجل غامض يرتدي عباية سوداء، وشه مخفي، صوته جشع كأنه يأتي من تحت الأرض: أنتم اخترتم طريق النهاية. من يوقظ باب السرداب الأخير لا يخرج إلى الأبد. رفع الرجل يديه، وفجأة بدأ السائل الأسود يتدفق من الجدران ويتحرك كأنه كائن حي يريد ابتلاعهم. صرخت ليل: آدم، الجدران ده بتنزف، لازم نلاقي طريق نخرج منه. ولكن آدم لم يتحرك خطوة للخلف، بل سحب السكينة القديمة التي وجدها في المرة الأولى، ونظر إلى الرجل وقال: أنت مين وليه بتطاردنا؟ ضحك الراجل ضحكة باردة وقال: أنا حارس اللعنة، واللعنة دي اتكتبت من مئات السنين عشان تمنع البشر من لمس الأسرار المدفونة هنا، بس انتم أيقظتونا. اقترب السهل الأسود بسرعة حتى بدأ يلتف حول قدم آدم، وفي ذلك اللحظة لمع السكين بيد آدم بشكل غريب كأنها تتوهج بطاقة غير طبيعية. صرخت ليل: آدم، السكينة دي مش عادية، جرب اطعن الرموز على الحيطة. اندفع آدم نحو الحيطة، وبقوة طعن السكينة في قلب إحدى الرموز اللي عليها. فانطلقت صرخة مداوية جعلت السرداب كله يهتز، واختفى الرجل الغامض فجأة، والسائل الأسود توقف، وبدأت الجدران تتشقق وكأن المكان كله ينهار. قالت ليلى وهي تحاول اللحاق بآدم: لازم نخرج قبل ما المكان ينهار فوق دماغنا.
اجري بسرعة نحو الباب الحديد. ولكن قبل أن يخرجوا سمع صوت آخر يأتي من أعماق السرداب، صوت أنثى يبكي ويقول: لا تتركوني هنا أرجوكم. توقف آدم فجأة، نظر إلى ليل وقال: في حد تاني جوه، أنا مش هسيبها. ولكن قبل أن يقرر انهار السرداب تماما، ووجدوا أنفسهم في الخارج، والباب الحديد اتقفل للأبد. وقف ليل وهي بتقول: ايه اللي حصل ده؟ صوت مين ده؟ نظر آدم إلى الباب المغلق وقال: أنا مش عارف، ولكن اللي متأكد منه إن دي مش نهاية الحكاية، في حكاية أكبر ورا السرداب ده. عشان كده صديقي